مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوية، مدرسة تحفة بصراحة بعد تالتة إعدادي. مدرسة تحفة وغريبة وفيها مميزات كتيرة. اسمها مدرسة المجمع التكنولوجي الثانوية. فيها مميزات تحفة وروعة. عن المدرسة دي لحد امبارح ما كنتش أعرفها، لولا طالب معانا هنا في التعليقات قال لي عليها، كان لازم أجمع كل المعلومات عنها. بس لقيت فيها مميزات كتيرة جدا وتحفة بصراحة، هتريحك من حاجات كتيرة جدا. يلا مع بعض نعرف المميزات ونعرف التنسيق بتاعها ونعرف الاماكن وارقام التليفونات، يعني بشكل عام هقول لك كل حاجه تخص المدرسه دي وهوديك لحد باب المدرسه كمان. فركز معايا بالفيديو كده بالتفصيل. لو انت اول مره تشوف القناه ما تبخلش علينا بقى بلايك للفيديو، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه، لان لو ما عملتش اشتراك هيفوتك كتير جدا من الفيديوهات. فاخبط الاشتراك بتاعك واللايك عشان زمالك يستفادوا. ويلا مع بعض نعرف كل حاجه عن المدرسه بالتفصيل. في البداية كده هنتكلم على كل حاجة تخص المدرسة. هنتكلم عن التنسيق، الأماكن، أرقام التليفونات، كل حاجة عن المدرسة زي ما قلنا. بص هنتكلم بشكل عام عن المدرسة. التنسيق ده والأماكن خليهم في الآخر، يعني التنسيق والأماكن وأرقام التليفونات دول في نهاية الفيديو وحديهم. خلينا نتكلم الأول عن المدرسة. بص كده المدرسة دي مدة الدراسة فيها 7 سنين. هتقعد 7 سنين في المدرسة، هتقعد 7 سنين في المدرسة. ال7 سنين دول متقسمين لكم مرحلة؟ لثلاث مراحل. أول مرحلة هتاخد فيهم دبلومة في التكنولوجيا. تاني مرحلة، يعني تاني مرحلة اسمها الكلية المتوسطة، يعني هتاخد شهادة بس متوسطة كأنك في معهد. تالت مرحلة بقى اسمها الكلية التقنية المتقدمة. دي يعتبر اللي آخر مرحلة، اللي هي في ال7 سنين اسمها الكلية التقنية المتقدمة. دي اللي بتاخد فيها بكالوريوس في التكنولوجيا. راح لاحظ ان انا قلت كلمة تكنولوجيا، فلو انت مهتم بموضوع التكنولوجيا والحاجات دي المدرسة دي من الاخر ليك، عشان ما نحورش على بعض. المدرسة دي ليك لو انت مهتم بالتكنولوجيا، انما لو انت مش مهتم بيها اطلع بره الفيديو. بعد كده زي ما قلنا الدراسة فيها 3 مراحل. اول مرحله اللي هي مرحله اللي بتاخد دبلومه في التكنولوجيا، بس لازم على فكره ال7 سنين ورا بعض. اول مرحله قلنا دبلومه في التكنولوجيا، وتاخد شهاده كمان اسمها شهاده من هيئه بيرسون البريطانيه. دي اول حاجه. تاني مرحله تبقى المتوسطه. تالت مرحله الكليه المتقدمه، لا كليه التقنيه المتقدمه، دي اللي هي المرحله الاخيره اللي تاخد فيها شهاده البكالوريوس. يبقى زي ما قلنا مدتها 7 سنين، 3 مراحل مده الدراسه فيها. كده اتكلمنا على مدة الدراسة في المدرسة 7 سنين. طب ايه المميزات اللي فيها؟ اشمعنى ادخل المدرسة دي وما ادخلش ده؟ هقول لك ايه المميزات. المميزات زي ما قلت لك انت هتاخد شهادة تعادل شهادة الكلية، تاخد بكالوريوس في التكنولوجيا. تمام. ايه المميزات التاني؟ المميزات التانية المدرسة دي فيها تدريب عملي كده في مصانع وشركات، وتاخد شهادة خبرة هنا وشهادة خبرة هنا، ودي حاجة كويسة جدا. الايام دي المصانع في الشغل بتطلب شهاده خبره سنه 2، انت كده كده هتخلص ومعاك شهاده خبره. تاني حاجه انك هتاخد مكافآت ماليه. تخيل مدرسه وتديك فلوس، موضوع كويس جدا يعني. مكافآت ماليه، هتطلع بخبره كويسه جدا في التدريب العملي، تاخد شهاده بكالوريوس. واهم حاجه بحبها في المدرسه دي، ودي التحفه الفنيه بالنسبه لي بصراحه، هتريح نفسك من هم ثالثه ثانوي. انك مثلا ايه هندسه بتاخد من 95، مش عارف بتاخد من كام. ده كان زمان على ايامنا احنا كان بتاخد من 95، دلوقتي على ايام كنتوا تقريبا بتاخد من 88 او 85. فالفكره هنا قصدي انها هتريحك من هم الثانويه، هتريحك من هم الدروس، من هم التنسيق الثانوي العام، ومن هم ثالثه ثانوي. حوار مش محتاج انك تدخل تنسيق وكليات وبتاع، لان المدرسه دي بالفعل مدرسة في كلية. كده كده تاخد شهادة تعادل شهادة الكلية والدنيا تمام. بكالوريوس والتكنولوجيا يا سلام على كده، مفيش بعد كده. دي من المميزات. فاضل ايه تاني؟ فاضل الأماكن والتنسيق وأرقام التليفونات. الأماكن بقى والتنسيق برضو خلوهم للآخر شوية. نيجي بقى عن التنسيق. لا خلي معاك التنسيق كده، خلينا معانا التنسيق. التنسيق يعني بيبقى في حدود 250. تنسيق المدرسة دي في حدود 250. طب يعني 250 دي بتقل؟ بص بصراحة موضوع التنسيق دوت بيبقى مراحل. في مرحلة أولى، في مرحلة تانية. أنا مثلا مدرسة جنبي بتاخد 250، ده مش معناه إن المدرسة التانية بتاخد، لا خالص، ممكن تقل وممكن تزيد. مش معنى إن أنا مدرسة مثلا، مش معنى إن في مدرسة جت أنا باخد من 250 يبقى مش هتقل، لا هتقل، هتعوز طلاب تاني. فمش شرط أساسي 250. عشان كده أنا ريحتك وسبت لك أرقام التليفونات.
ترن عليها وتكلمها وتقول للمدرسة اللي جنبك انت بتاخدي من كام وتريح دماغك بدل ما تقعد تسأل هنا وتسأل هنا. بعد ما قلنا كده التنسيق 250 اتكلمنا عن مميزاتها، وبقى فاضل معانا فاضل بقى آخر حاجة الأماكن والتنسيق وأرقام التليفونات. هي موجودة في أماكن كتيرة جدا، موجودة في أماكن كتيرة جدا ومحافظات كتيرة جدا، والمدرسة كويسة جدا بتتيح لكل الطلاب أرقام التليفونات ترن عليهم تكلمهم في أي وقت أو ممكن تروحها يعني. عشان كده أنا هسيب لكم العنوان بالتفصيل، العنوان بالتفصيل بأرقام التليفونات. هوصف لك الشارع كده، لو أنت مش عارف توصل له اكتب العنوان على جوجل وجوجل هيوصلك لحد باب المدرسة. كده يبقى زي ما قلنا الأماكن في آخر الفيديو وأرقام التليفونات عشان محدش يسألني تاني. بس بصراحة هي مدرسة تحفة جدا، مدرسة زي ما قلت حتى يعني بكالوريوس في التكنولوجيا في العصر اللي احنا فيه ده، اعتقد حاجة كويسة يعني، احسن من كليات الثانوية العامة زي آداب، تجارة، حقوق، تربية، مش تنفع الايام دي. فدي ليها علاقة بالتكنولوجيا، دي حاجة كويسة جدا هتريحك من هم الثانوية العامة والجرب بتاعها. فبصراحة يعني لو انا كنت اعرفها انا كنت هدخلها وش، ما كنتش افكر كنت ادخل المدارس دي. بس اعمل طبعا مشكلتنا ان احنا بنعرف المدارس دي متأخر، عشان انا بحاول اقدم لكم مدارس تعرفوها دلوقتي بدل ما تتمرمطوا يعني. فكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، او ما خلصش قوي لان انا برضو لسه. كملوا معايا عشان تعرفوا التنسيق، تعرفوا قصدي الاماكن وارقام التليفونات برضو في نهاية الفيديو. فانا صح مني لو انت بتحب مجال التكنولوجيا، مجال التكنولوجيا والاختراعات والحياة المجنونة دي شوية، ادخل المدرسة دي وريح نفسك. لان في الكليات الحكومية مش تلاقي يعني. انت صعب مثلا انك عاوز تدخل كليه كويسه بعد ثالثه ثانوي وبتحب التكنولوجيا، تبقى صعب تدخل كليه يعني. بعد ثالثه ثانوي افتكر الكليات الخاصه بالتكنولوجيا في كليه التعليم الصناعي، مش فاكرها يعني، بس هي كليات قليله جدا كليات قليله جدا اللي بعد ثالثه ثانوي اللي بتاهلك انك تدخل كليات فيها تكنولوجيا وكده. لكن المدرسه دي هتدخلك كليه انت مش محتاج تدخل كليه اصلا، لان مده الدراسه فيها زي ما قلنا 7 سنين متقسمة لثلاث مراحل. كل مرحلة بتاخد فيها شهادة، مش هتاخد شهادة واحدة يعني، لا هتاخد 3 شهايد في كل مرحلة شهادة. وكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعمل لايك، طبعا اخبط اللايك بسرعة واخبط الاشتراك في القناة. ولو انت عارف مدرسة كويسة جدا وعندك اي فكرة عن المدرسة دي، ويا سلام بقى لو انت في المدرسة دي، تلفت زمايلك برضه في الكومنتات عشان اعمل لهم فيديو وافيدهم اكتر. ولو انتم محتاجين اي حاجة على اي مدرسة تاني، سواء مدارس توي او مدارس الضبعة النووية او اي مدرسة تاني او اي مدرسة تاني، في مدارس كتير على فكرة يعني، بس مشكلتها ان هي مش متوفرة في كل المحافظات. فلو انتم محتاجين اي مدرسة تاني قول عليها في التعليقات وانا هرد عليك وهجيب لك كل المعلومات عنها. واستناكم الفيديو الجاي ان شاء الله، بس اسمعوا الاماكن وارقام التليفونات. يلا بقى اسيبكم على الاماكن وارقام التليفونات ورنوا وشوفوا دنيتكم.